الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أنا العاقب الذي لا نبي بعدي، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. فاهتزت أرض هذه السيادة في بضعتها الطاهرة المباركة الميمونة فاطمة البتول، يقول عنها أبوها القائد الأعلى فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وربت أرض هذه السيادة في ابنيها الحسن والحسين، يقول عنهما جدهما القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأخذت أرض هذه السيادة زخرفها في نهاية القرن الأول الهجري في دار خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، حتى إذا طابت ثمارها وظلالها فأصبحت أرض هذه السيادة طيبة نقية طاهرة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، إلى نهاية القرن الثاني الهجري فارتمى إليها الإمام القرشي الحافظ المجتهد المجدد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. وكان الأمر على حالها وسيرتها حتى نهاية القرن الثالث الهجري، فولي أمرها إمام أهل السنة والجماعة، لكن بعدما تقادم العهد وفسد العقد وأخذ الناس كل المشرب وشرب الناس كل المشرب وركبوا كل صعد وذلول، إلى أن قام مجدد القرن الثالث الهجري إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري، فغذاها فأحسن تغذيتها ورباها فأحسن تربيتها، ثم وكل الأمر إلى من يلي القرن الرابع الهجري وهو الإمام أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه. فقام بكل ما بوسعه من إصلاح ما فسد منها حتى نهاية القرن الخامس الهجري. فإذا نجم سمي أخي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي يطلع من أفق ليتولى أمر هذه السيادة، كما كان يقول في كتابه منهاج العابدين عند ذكر هذه السيادة: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى ذاك ذو جهل فيفتتن، وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. كان الأمر على ضعف، والله إلى تمام فوليها الإمام المحقق أبو الفتح ابن دقيق العيد بشهادة العدول من أهل عصره. حكى هذا الإجماع تاج الدين السبكي مجتهد الدنيا على الإطلاق، الذي يسمي نفسه مجتهد الدنيا على الإطلاق، في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، يقول ما نصه: لم يختلف أحد من أشياخنا في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس 107، إلى نهاية 108
فوليها سراج الدين البلقيني كما ذكر ذلك الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في كتابه حسن المحاضرة. ولم تزل أرض هذه السيادة تنمو فتربو إلى دار جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، فقام بتربيتها وتغذيتها حتى اجتمعت وانعقدت كلمة الأمة على أنه مجدد القرن التاسع الهجري. ولم يزل الأمر كذلك إلى نهاية القرن العاشر فوليها زكريا الأنصاري. فإذا إمامنا وقدوتنا وسر المصطفى صلى الله عليه وسلم القطب المكتوم الغوث المعلوم شيخ أهل السنة والجماعة في عصره يلي أمر هذه السيادة في عصره عند تمام القرن 100 الأولى بعد 1000 الهجري، ألا وهو شيخنا وقدوتنا وسندنا الشيخ أحمد تجاني رضي الله عنه، وهو يقول عن نفسه: أنا سيد الأولياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء. ويقول أيضا: إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء، وكلما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاها ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في السور. فأصبحت سيادة هذه الأمة على يده رضي الله عنه، وأظنها تبقى حتى الساعة إن شاء الله، كما نص على ذلك الإمام عمر بن سعيد الفوتي الذي يلي أمر هذه السيادة في القرن 100 الثانية بعد الألف الهجري. يقول في كتابه رماح حزب الرحيم: قال لي محمد الغالي رضي الله عنه في المدينة المنورة: أنت خليفة من خلفاء الشيخ رضي الله عنه. ولم يزل الأمر كذلك إلى نهاية 3 بعد 1000 الهجري، فوليها من؟ فوليها شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي رضي الله عنه، وهو يقول عن نفسه: والعبد قد لقي عين العلم وجاءه الإذن بدون وهم، قد خصني بالعلم والتصريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف، وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، ففاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله السمد، ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان، إذ أنني خليفة التجاني موهبة من أحمد العدناني، من شك في ذا فأرى وأسمع من حيث لا يرى الفتى ويسمع. أخيرا ولي أمر هذه السيادة كابرا عن كابر من النمرقة الوسطى التي يلحق بها التالي ويرجع إليها الغالي، مولانا وقدوتنا وشيخنا قطب العصر مجدد الدهر شيخ الإسلام الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه. وللحديث إن شاء الله بقية سنذكرها لكم إن شاء الله في يوم من الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل خير. ولقد كانت للشيخ أيضا حادثة وقعت إبان زيارته لشيخ الإسلام الشيخ الشريف إبراهيم صالح، حيث قال عنه بيتا محفوظا عند الكبير والصغير عند الإخوان الشيخ إبراهيم النياس رضي الله عنه، عندما قال: بلغ البنون مكان آبائهم وتأهب الآباء للترحال. قاله في شخصه شيخنا الشيخ الشريف إبراهيم صالح رضي الله عنه، وذلك تأكيدا لما قلتم عن هذه الشخصية. أيها الإخوة، الآن ستكون الكلمة للسيد يحيى موسى بوبا ماري ليترجم لنا الكلمة، يترجم لنا كتاب الشيخ يوسف النبهاني باللغة الفلانية إن شاء الله.